في واقعة غريبة من نوعها، شهدت الحدود المصرية الإسرائيلية حادثة غير متوقعة بعدما عبر حيوان الوشق المصري المعروف بلقب القاتل الطائر إلى داخل الأراضي المحتلة ليهاجم مجموعة من الجنود الإسرائيليين في منطقة جبل حريف بصحراء النقب. الهجوم المفاجئ تسبب في إصابة عدة جنود بجروح متفرقة نتيجة العضات والخدوش، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول كيفية تمكن هذا الحيوان المفترس من اختراق الحدود المحصنة والوصول إلى الجنود رغم كل الإجراءات الأمنية المشددة التي يتخذها الجيش الإسرائيلي. الوشق المصري هو واحد من أشرس الحيوانات البرية التي تعيش في المنطقة. يتميز بأذنين طويلتين مزينتين بخصلات سوداء وفراء بني محمر يساعده على التمويه في بيئته الصحراوية. يبلغ طوله بين 60 إلى 90 سنتيمتراً ويزن ما بين 8 إلى 19 كيلوغراما. قدرته على القفز والتسلق تجعله من أكثر الحيوانات المفترسة مهارة، حيث يمكنه القفز لارتفاع 3 أمتار بسهولة للإمساك بفرائسه التي تتنوع بين الطيور والقوارض وحتى الأرانب البرية. لكن ما حدث في صحراء النقب لم يكن مجرد صيد عادي، فقد هاجم الوشق الجنود بشكل مفاجئ، مما أدى إلى استدعاء مفتش من هيئة الطبيعة والمحميات في محاولة للسيطرة عليه. تم نقل الجنود المصابين إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج، وبعد فشل محاولات الإمساك بالحيوان قامت القوات الإسرائيلية بقتله في النهاية، وهو ما أثار استياء بين نشطاء حقوق الحيوان الذين يرون أن قتل الحيوان لم يكن ضرورياً وكان يمكن التعامل معه بطريقة أخرى. الجيش الإسرائيلي وصف الحادثة بأنها غير اعتيادية، وفتح تحقيقاً لمعرفة كيف تمكن الوشق من اختراق الحدود بهذه السهولة، حيث يعد السياج الحدودي بين مصر وإسرائيل واحداً من أكثر الحواجز الأمنية تكلفة وتعقيداً. ورغم ذلك استطاع هذا الحيوان تخطيه بسهولة، مما دفع البعض إلى التشكيك في فعالية هذه التحصينات. الوشق المصري من الحيوانات المهددة بالانقراض في بعض المناطق بسبب الصيد الجائر وفقدان الموائل الطبيعية. يعيش في الصحاري والسهول العشبية في إفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك شبه جزيرة سيناء، ويشتهر بقدرته على التكيف مع البيئات القاسية، حيث يمكنه البقاء لفترات طويلة دون ماء، مستمداً الرطوبة اللازمة من فرائسه. وعلى الرغم من طبيعته المنعزلة، إلا أنه حين يشعر بالخطر يتحول إلى كائن شرس للغاية، يدافع عن نفسه بكل قوته، وهو ما ظهر بوضوح في الهجوم الذي وقع على الجنود الإسرائيليين. هذه الحادثة أثبتت أن الطبيعة ما زالت قادرة على فرض سيطرتها، وأن بعض التهديدات لا تأتي من البشر فقط، بل قد تكون من حيوان بري صغير استطاع بمفرده تجاوز الحدود وإثارة الرعب في صفوف الجيش الإسرائيلي.